على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب، ما قصدها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب. فنحن وإن جار الزمان لبرهة نبقى الكبار وغيرنا أقزام، ما ذنبنا إن كان يشعر أننا أرقى وأن مكانه الأقدام. في الكينس بوك الترجي 7-7 تسمعوا فيه يقول لك العرس 7 أيام و7 ليالي. الترجي ربح في كل أيام الأسبوع، في كل أيام الدنيا. يوم الاثنين ربح المثل كاس تونس الأخير ضد النجم، الثلاثة ربح كان تتذكروا كاس يوناف ضد بشاية، يوم الأربعاء ربح كان تتذكروا بطولة تونس من موسمين يوم 15 ماي، ثم يوم الخميس يوم الخميس دوري أبطال العرب ضد الوداد البيضاوي، يوم الجمعة في 95 ضد موتيما بيمبي السوبر كوب دو لاكاف، في يوم السبت ماتش الزمالك التاريخي، يوم الأحد كاس افريقيا في بريميرو اغوستو في انغولا. الترجي الوحيد في العالم ربح 7 ايام و7 ليالي القاب، يصل النهائي ويكتفي بالفضة، وهو فريق اكيد له حضور دائم في النجاح في البطولات العربية. بالنسبة للترجي التونسي الثانية ثابتة يا بن زرتي، اللقب الثاني في اسبوع، مشهد يتكرر على مدى 7 ايام. البارحة الدوري التونسي واليوم دوري ابطال العرب. اذا الوداد ثاني العرب، نتيجة ليست سيئة، سيعود من اجل اللقب المحلي ومن اجل كاس العرش، والف دعوة بالتوفيق للوقت. بالنسبة للترجي اللاعبين اليوم يسهروا للصبح، خلاص انتهى الموسم والترجي حقق ثلاثية كأس شمال افريقيا، دوري ابطال العرب والبطولة التونسية في عام التسعينية. يظهر لي تحية شكر تقدير للهيئة المديرة للترجيين، رئيس النادي حمد المدب، نائبه بدينة المساني عم عامر البحري الكاتب العام للفريق، ستاف كله، كريم الابطال يوسف المساكني 19 عام. شوف الاعمار بتاع لاعبي الترجي، حضر في فريق للمستقبل. قلت انا الترجي انتظروه في 2010. خالد القري في 6 شهور 3 القاب من الملعب التونسي في الميركاتو للترجي، تبدلت كل حياته. خالد القري 3 القاب. واجد بوعزي، ذهبية خليل شمام. واجد بوعزي اللي سجل اهداف هامة في هذه البطولة، اهمها هدف ستيف، الهدف الثاني خليل شمام. والتهاني مع كمال بن عمر رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم. هذا أسامة بيكاسو دراجي، نعم اللاعب اللي مش ممكن الترجي يخلي سبيله الا بعد مونديال ابو ظبي. قصراوي ارفع يا حمدي، الترجي بطل العرب، ارفع الكاس الغالية، كاس الذهب، كاس التعب، كاس اللعب، كاس اللقب. الترجي بطل عرب 2009 للمرة الثالثة في تاريخه. الترجي يتوج بلقب عربي، نهايتها حمراء وصفراء، نهايتها على لون العاصمين، على لون الترجيين، على لون التوانسة. لأنه مهما كان من اختلاف، مهما كان من اختلاف الألوان، اليوم اجتمعنا على لون اسمه النجمة وفيه الهلال. إذا أصدقائي المشاهدين، على طريقة الشامبيونز الأوروبية، انتظرونا الأربعاء من روما، انتظروا الفرحة في روما، انتظروا العرس في روما. وبدأت الأفراح هنا في 7 نوفمبر برادس مع $1,000,000 أمريكي لا غير. $1,000,000 يحل مشاكل في زمن المشاكل في استثمار كرة القدم يا حمدي. إذا القصراوي يرفع البطولة العربية، الترجي يطوف ويدور ويصول ويجول بين جماهيره وأنصاره باللقب العربي. الترجي صاحب اللقب للمرة الأولى في دوري أبطال العرب، ولكن المرة الثالثة في خزائن وفي سجلات البطولة. رحلة تاريخية، لحظة تاريخية. قولها يا دراجي، قولها، قولها يا دراجي، قولها، قولها يا دراجي، قولها. كاس افريقيا ترجية، كاس افريقيا تونسية. اين التي ذهبت علينا سنين؟ اين التي قالت لنا لا سنين؟ ارفعوها، دونوها بعلم اليابان، زينوها. الان باجي قايد سبسي حط الكاس،
حط الكاس في يديه وحط الدراجي، والدراجي قالها الترجي بطلة افريقيا، الترجي الرياضي التونسي شامبيون دافريك، كامبيون دافريكا، كامبيون دي افريكا. الترجي الرياضي التونسي بطل لدوري ابطال افريقيا. 97 الرجاء، 98 السك، 99 الرجاء، 2000 هارتس اوف اوك، 2001 الاهلي، 2002 الزمالك، 2003 نيمبا، 2004 انيمبا، 2005 الاهلي، 2007 النجم الرياضي الساحلي، 2008 النادي الاهلي، 2009 مازيمبي، 2010 لو تو بويسون مازيمبي، 2011 الترجي التونسي حقق الوعد الذي رسمه وقاله في 2008. هذه كاسي، هذه بطولتي، وهي بطولة معشر الترجيين. للتاريخ عنوان اسمه الترجي ليوم 12 نوفمبر، تاريخ اسمه دوري الابطال، لدوري الابطال بطل اسمه الترجي الرياضي التونسي، لافريقيا وسمارها لونين الاصفر والاحمر، ولتاريخ الرجال القاب واجيال. اللقب رقم 50 في تاريخ المكشخة، وعامر البحري فرح وكأنه ابن العشرين. نعم، أولاد الترجي يتفرجون وللمستقبل يعني يستعدون من أجل تحقيق ألقاب أخرى، إن شاء الله لا تكون الأخيرة، وإن شاء الله لا عن هذه التتويجات. أتمنى ألا ينتظر الترجي 17 و18 عام آخر باش يرفع الشامبيونز ليج، وأتمنى منية شخصية وأمنية شوالية بعد أن رفعنا بطولة إفريقيا مع الإتوال ومع الإسبيرانس، يا رب غدا أنقلها مع السي اس اس، وغدا مع النادي الإفريقي. هكذا انتهت، وهكذا انتهت على خير، وهكذا كأس الذكريات مثل 94 علي بن ناجي، الحمروني، حسين الكابسي، بالحسن، حكيم نويرة، طارق ثابت، مالي تولي، شكري الواعر دخلوا في الشبكة بعد ثلاثية الزمالك، والتاريخ يعيد نفسه.